السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحيانا في الاستشارات الخاصة بتيجي واحدة تطرح معايا مشكلة، إن مثلا عندها مشكلة في علاقتها بزوجها، مشكلة مع علاقتها بولادها، مشكلة في حتة إن هي تدير الوقت وتدير اليوم، مشكلة إن هي مثلا عندها حاجة مهزوزة كده في نفسيتها وفي التعاملات مع الناس بتضايقها وهكذا. فأحيانا بندي حلول بسيطة كده أو بندي حلول للموضوع، وبنروح نحاول نجربها 1 2 3 أسبوع 2 3 ونشوف. في أحيان بينفع الحلول اللي بنحطها للمشكلة بعينها والدنيا بتبقى تمام، يبقى كده كان في عوج في نقطة معينة، وبشوية حلول بسيطة الدنيا بتظبط. وأحيان تانية بتبقى المشكلة اللي هي جاية عشانها نحط لها حلول وتظبط الحلول، بس هي بتفضل برضو متضايقة وعندها مشاكل. هنا بقى بيبقى في مشكلة تانية خالص، انا ككوتش ببقى عارفاها ايه هي بقى. ان العميلة دي عندها لخبطة في احتياجاتها النفسية، عندها لخبطة داخلية في الحاجات اللي المفروض تعملها وما تعملهاش، الحاجات اللي تهتم بيها وما تهتمش بيها. ان بنود الحياة او جوانب الحياة عندها مفيش توازن بينها، هي مركزة في جانب وسايبة جوانب تانية تبوظ. مثال بمعنى ان قد تكون هي مركزة في مثلا شغلها وسايبة علاقتها بجوزها وولادها او بيتها باظت. قد تكون مركزة مثلا مع جوزها وسايبة الباقي يبوظ، باقي الجوانب تبوظ. هنا بتبقى المشكلة مش في علاقتها بجوزها، المشكلة بتبقى ان هي سايبة حاجات في حياتها مش مديها ضوء، مش مركزة عليها. هنا الحالة دي مهما اديها حلول في المشاكل اللي طلع لها في حياتها مؤقتا، الضيق، الخنقة، الزهق، المشاكل الزوجية، المشاكل مع الولاد، مش بتتحل. دي لازم تقعد مع نفسها او مع كوتش مثلا، نقعد ننظم روتين يومي، اسبوعي، شهري، سنوي، للحياة كلها، نشوف جميع جوانب حياتنا احنا شغالين عليها ازاي. نشوف علاقتنا بربنا، انت في علاقة بينك وبين ربنا؟ انت بتقعدي يوميا تصلي بخشوع، تقرأي قرآن، تستغفري، تستشيري ربنا وتستخيريه في امور حياتك؟ لما بتقعي في مشكلة في جزء ما في حياتك، علاقتك بجوزك، بولادك، بأي حاجة، الفلوس دي مادية بتاع، بتلجئي لله، بتروحي تسأليه، قاعدة بتشكري ربنا على نعمه اللي مغرقاكي، مركزة مع ربنا؟ لا، ممكن تكون ما بتعملش كده. فيلا نشتغل في الحتة دي، ونفضل على الجوانب الأخرى نحط لمسات لمسات. أنا موجودة بحاول أحسن علاقتي بزوجي وولادي، بس أنا مركزة في الجزء اللي واقع. قد تكون علاقتك بربنا هي اللي مبوظالك ده كله. طيب أنا بصلي وبستغفر وبقرأ قرآن وليه علاقة كده مع ربنا وحال مع ربنا، بس أنا مثلا معرفش معلومات عن التربية، ما عنديش خبرة اعمل ايه مع ابني في الموقف الفلاني او بنتي في الموقف الفلاني، اروح اتعلمه وانمي نفسي في الجانب ده. طيب انا ده مظبوط وده مظبوط، بس انا عندي مشاكل في الفلوس، انا الفلوس مش في ايدي على طول، انا على طول في ضائقة مادية، على طول الفلوس معايا يوم واتنين في الشهر وبعد كده الدنيا بتبوظ. فانا اروح اطمن بس على بقية الجوانب. انا علاقتي بربنا الحمد لله موجودة، انا بقوم بواجباتي كزوجة وكأم وكربة منزل، عندي بس شوية افكار عن الفلوس، يلا نتناقش فيها ونحلها. لكن معظم مشاكل الناس، وده يعني خلاص كده الواحد طلع بيه قاعدة من شغله، معظم مشاكل الستات في حياتها، مشاكل الناس في حياتها، ان هي مش ممشية الدنيا بتوازن بين كل جوانب حياتها. يعني احيانا تركز في الجانب ده وتسيب الجوانب التانية، ترجع تركز في الجانب ده وتسيب الجوانب التانية. لا، يوميا كل 24 ساعة انا لازم يكون ليا نظام بغذي فيه كل حاجة.
يوميا ليا حال مع ربنا، يوميا ليا وقت لطيف بقضيه مع جوزي، يوميا ليا حاجات بعملها مع ولادي بحيث ان انا اغذي الجانب ده، يوميا ليا مكالمة لأمي او خروجة مع اصحابي، مش يوميا طبعا بس اللي هي ايه، حاجة ينفع تتعمل كل قد ايه اظبطها. يعني مثلا مرة في الشهر بخرج مع صحباتي. طب انا مش متاح في حتة بعيدة، ما عنديش اصحاب، اكلم ناس، اكلم صحباتي، اختي، اكلم واحدة صاحبتي في التليفون، النت مسهل كل حاجة. فاقعد كده مع نفسي، اعمل عصف ذهني، ايه الحاجات اللي لو عملتها يوميا تغذي جميع جوانب حياتي، واكتب اكتب اكتب اكتب. قد تكون قراءة، قد تكون رياضة، قد تكون عناية بالبشرة، قد تكون ان انا اقعد مع ولادي وقت، قد يكون ان انا مثلا اخصص وقت اقعد انا وجوزي نتكلم مع بعض، نشرب حاجة مش عارف ايه، قد يكون ان انا مش منتظمة في صلاتي، قد حاجات كتير. حطي كل ده على ورقة وابتدي طلعي منه لستة مهام يومية، حاجات نعملها يوميا تدي مدد لكل الجوانب دي. فاليوم يعدي وانا عاملة كده ايه، ميكس جميل بين الجوانب كلها، ظبطته، الدنيا بقت جميلة. يوم على يوم، شهر على شهر، الدنيا تبقى أجمل وأحلى. وجميع المشاكل اللي كانت جاية تشتكي منها ست أو مجموعة من الستات بتهبط لوحدها وبتروح، بيطلعش عندها مشاكل مع جوزها ولا أولادها ولا حاجة، بس كل الحكاية الدنيا مدربكة عشان هي مش ممشية الدنيا بتوازن في جميع جوانب حياتها. قد يكون مثلا مشكلة زي مشكلة الفلوس، ان هي كل شهر، ادي حاجة هنعملها كل شهر مش كل يوم، كل شهر مثلا شيل مبلغ على جنب للطوارئ، استثمر فلوسي في حاجة، ادور على مصدر دخل، اشوف شغلانة تانية، اشتغل من البيت، مثلا اي تدابير بقى في حكاية الفلوس دي، كلها حاجات ان الجانب ده واقف، فلازم اديله مدد، اشتغل واركز فيه. فمعظم مشاكل الناس، الخلاصة بتاعت الفيديو، معظم مشاكل الناس بتتحل بان هم يعملوا وزنة لحياتهم، بحيث ان يومي يعدي وانا مغذية كل جوانب حياتي، اسبوع يعدي وانا مغذية كل جوانب حياتي، الشهر، السنة، وفي اهداف عامة لحياتي، انا عايزة حياتي يبقى فيها وفيها وفيها الشكل الفلاني بعلاقتي بربنا، الشكل الفلاني بعلاقتي بجوزي، الشكل الفلاني بعلاقتي بولادي، بجسمي، بشكلي، اهداف كده مكتوبة وواضحة قدام عيني عشان امشي خلالها وامشي بيها حياتي. كل ده لو مش موجود، توقع انك تقولي انك عندك مشاكل في الحتة الفلانية والحتة الفلانية، كله كده بقى ايه، دربكة على بعضه. فننظم حياتنا ونسأل ربنا ونستخير ربنا ونستشير ربنا ونقوله دلنا يا رب ايه اللي نعمله وايه اللي ما نعملوش، وربنا سبحانه وتعالى هيدلنا، ونعمل وزنة لحياتنا، ونعمل قائمة مهام يومية تخلينا حياتنا كويسة. وده كله والله هيصب في الاخر في حياة سعيدة، ونكون عايشين براحة واطمئنان وحاسين بان الدنيا افضل بكتير، بدل ما نقعد نخبط هنا ونخبط هنا ونخبط هنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.